انا في واحده فيكم اتجوزتها غصب عنها. لا طبعا يا اخويا. مش كل واحده فيكم اتجوزتها كان بشوقها ومزاجها. حصل. على قد ما اقدر قدام ربنا بعدل ما بينكم، ما تفرقش في المعامله. اوقات باجي على واحده فيكم من غير قصد عشان بني ادم، انا مش ملاك بجناحين. هو في ايه يا جعفر؟ في اني ما نمتش من امبارح يا سوريا. دماغي تعبتني، باخد ودي مع نفسي. قلت بدل ما اتجنن انزل اكرر الكلام اللي كنت بقوله مع نفسي. كنت تريحوني. عايز راجل في الدنيا نفسه يبقى عنده عيال، بس جربت مره والتانيه مش هتوجع تالت. مش عايز اظلم قدام ربنا. اللي قادرة تعيش معايا من غير خلفة أهلا وسهلا بيها. مش هتقدر كله حب ورضا تتطلق وحقها تاخده بزيادة. إنما الواحدة فيكم تحطني قدام الأمر الواقع لما نرجس عملت قسما بالله ما هقبلها تاني. ما تقولش كده يا جعفر، انت الراجل اللي عشت عمري كله بتمناه، وانا كمان يا جعفر ما اقدرش اعيش من غيرك ابدا. انت مش عارف الايام اللي انت كنت رامي عليا اليمين فيها عدت عليا ازاي. دي كانت ايام سودة اسود من قرن الخروب. وانا كمان يا جعفر مش هسيبك لحد اما اموت، والله مش هعمل اي حاجه تانية تزعلك والله. الكلام ده ليه انا كمان؟ ايه؟ الكلام ده ليه انا كمان؟ كلام ايه؟ يعني هتنفذ الاتفاق اللي بيننا لو اتطلقنا؟ اتفاق ده يا عايده؟ ان انت ما اتفقتيش مع رجاله قبل كده ده حاجه ترجع لك انت. متفق مع جعفر العمده، كلمتي واحده قلتها لك قبل كده. عايزه تطلقي تلمي هدومك وتتكلي على الله. يا اختي الطلاق يكون احسن برضه. طلق احسن، طلق احسن، خلينا نخلص. جعفر ايه؟ معلش انا اسفه بس عايز اسالك، هي الحاجه قالت لك حاجه؟ حاجه ايه؟ لا خلاص ولا حاجه، انا بس كنت مش وقت الغاز. عايزه تقولي حاجه؟ لا مش عايزه. طب يلا اتكل على الله.